بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، في خبر اليوم: يقترب نادي الوداد من إغلاق صفقة شراء لاعب نهضة زمامرة هاشم مستور نجم ميلان الإيطالي الأسبق، حيث أن هاشم مستور مرشح بقوة ليكون من صفقات الوداد الرياضي خلال ميركاتو الشتوي، حيث بدأ النادي فعلا في فتح المفاوضات معه، ويسعى لاعب ميلان الإيطالي السابق للعودة إلى الميادين عبر أندية كبرى، كما أنه يريد لعب مونديال الأندية مع الوداد والتي ستنطلق بعد أيام فقط. وكان الكل يتنبأ لمستور الذي ولد في إيطاليا من أصول مغربية بمستقبل كبير، حيث لعب في سن مبكرة وعمره لا يتجاوز 18 عاما مع ميلان الإيطالي، ولعب في نفس السن مع المنتخب المغربي بعد أن استدعاه بادو الزاكي المدرب أسود السابق. غير أن موهبة اللاعب انطفأت مبكرا، رغم أنه لعب لعدة أندية أخرى كمالاغا الإسباني وزبول الهولندي وباسلاميا اليوناني ثم ريجينا وكابي الإيطاليين، لكنه لم يلقى النجاح في كل تجاربه. يشار إلى أن مستور انضم في يونيو الماضي إلى فريق نهضة الزمامرة الممارس في القسم الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.